طب يا جماعة النهاردة جبنا لكم العلبة اللي مغرقة السوشيال ميديا كلها، وهي علبة الترند من فريدم. اهي دي شكل العلبة دي هم منزلينها، بيقولوا ان هي بسعر اقتصادي، هي ب 350 جنيه. وزنها 2 كيلو، وزن العلبة 2 كيلو. فيها بيتي فور، فيها كحك، فيها صابليه، فيها منين بالعجوة، فيها كوكيز، وفيها غريبة. هل فيها بسكوت برتقال ولا بسكوت سادة؟ بس هنعرف ونشوف معاكم. هندوق بقى يا جماعة مع بعض كل حاجة موجودة في العلبة، وهنشوف الطعم عامل ازاي. هو سعر اقتصادي ب 2 كيلو من فريدم، وهنشوف الدنيا فيها ايه. أول حاجة هنبدأ بيها هو الصابليه، اهو ده شكله. نبدأ نقول بسم الله. حلو جدا على فكرة، جميل. الصابليه ده يميني، حلو جدا. عندهم برضو منين بالعجوة زي ما انتم شايفين، اهو ده منين بالعجوة اهو. مهم. ندوق نقول بسم الله. المنين بالعجوة، العجوة مش باينة فيه. يعني هو بصوا، هو خفيف على فكرة، ما فيهوش سمنة كتير، عشان بيبقى فيه منين بيبقى فيه سمنة، تحس انت لو كلت لوحده ممكن ترجع. لا هو خفيف، بس العجوة مش باينة. يعني سمنة المنين خفيفة جدا، بس العجوة مش باينة فيه قوي. فأنا ممكن أدي للمنين ده مثلا 5 من 10، عشان بس طعم العجوة. بس هو خفيف، يعني انت ممكن تاكل منه كتير. في منين لو انت اكلت منه ممكن تجزع كده، او من تاني واحدة تتقل كده تحس. لا هو خفيف، بس العجوة مش باينة فيه. طيب ندوق بقى بتاع الكحك. دي الكحكاية يا جماعة، شكل الكحكاية. شوفوا هي محشية ولا سادة ولا ايه الدنيا. بسم الله. طبعا يا جماعة السكر بيه كده، بيجي بره زي ما انتم شايفين. تمام. فاحنا الأول بقى هندوق، نقسم كده ونشوف. سادة. دي كحكاية سادة، بسم الله. جامدة جدا يا جماعة. الكحك السادة ده جامد جدا ويدوب في البق. جامد جدا بصراحة، جامد جدا. كحك السادة عند فريدم حلو، يدوب كده في البق، وطعم، في طعم سمسم كده في بقك واضح. طيب ندوق بقى. عندهم الكوكيز، برضو من ضمن محتويات العلبة الترند اللي هي 350 جنيه من فريدم. الكوكيز حلو برضو، جميل. طعم الشوكولاتة اللي هم حاطينها دي، الشوكولاتة الشيبس اللي هم حاطينها، جميلة جدا، وواضحة في الكوكيز، وواضحة كمان وانت بتاكلها. عندهم كمان من ضمن العلبة، محتوى العلبة، الغريبة مني قوي، صغيرة جدا اهي. ندوقها بسم الله. حلوة برضو الغريبة. يعني فريدم دلوقتي لحد دلوقتي بسطني في الكحك والكوكيز والغريبة. انما المنين آه زي ما قلت خفيف، وده حاجة حلوة مش وحشة ان هو خفيف. وكمان بس الحاجة الوحيدة اللي هي عايزة بس تتقل شوية، طعم العجوة اللي في المنين مش القد كده. البسكوت السادة ظريف الى حد ما، بس في احسن من كده. ده اللي هو البسكوت السادة. في ايه تاني عندهم؟ عندهم البيتي فور اللي هو السادة، وعندهم البيتي فور اللي هو بالشوكولاتة زي ما انتم شايفين اهو. نبدأ ندوق كده اللي هو المحشي مربى، بسم الله. طعم المربى بالنسبة لي عادي، مش اوفر. يعني هم عاملينه اهو ان هو فيه محشي مربى، بس مش باين، مش طاغي. انا بالنسبة لي، وحاسس كمان ان البيتي فور ده كارف، يعني مش مديني احسن طعم. فبالتالي انا اديله اللي هو محشي مربى ده، اديله 4 من 10. حاسس ان هو كارف كده، ما اعرفش، كارف حاجه غريبه. طيب ندوق اللي هو البيتي فور محشي شوكولاته، بسم الله.
ده اجمل، ده احسن من اللي هو بتاع البوتي فور اللي بالمربى، والطعم باين وحلو جميل. يبقى البوتي فور اللي هو بالشوكولاته عند فريدم احسن من البوتي فور اللي هو اللي بالمربى اللي محشي مربى. تمام. طيب ندوق بقى البسكوته دي، تقريبا دي اللي بالبرتقال اهي. ندوقها بسم الله. جميله جدا. بسكوت البرتقال ده يا جماعه من فريدم احسن من البسكوته الساده. هنا الطعم جميل جدا وباين. البسكوته الساده دي مش يعني بسكوت اللي هو مجرد بسكوت، بس مش مديني طعم كده اللي هو حلو. فاهمني؟ فلا البسكوت البرتقال ده جامد جدا. طعم البرتقال باين، كمان القطمه باينه ان هي مقرمشه كده بسكوته. انما دي مش حاسسها بصراحه، هو بسكوت ساده. فعادي، مش ممكن بقى مع الشاي كده. بس هو المفروض البسكوت لما تيجي تاكله تحس كده بالقطمه، لا دي تحس كده زي ما يكون نيه ما استوتش. انما البسكوت البرتقال لا جميل جدا وعجبني. بسكوت البرتقال هي صنف واحد اللي حاطينه في العلبه. تمام. احنا دوقنا الكحك، نشوف بقى هل كل اللي في العلبه كحك ساده ولا في كحك محشي حاجه. هندوق كده. لا كحك ساده برضه، نفس الكحكايه اللي هنا هي الكحك اللي هنا. وبرضه بتدوب في البق. اذا كده يا جماعه العلبه دي الى حد ما اقتصاديه، مش غاليه قوي، ب 350 جنيه. فيها زي ما قلنا البيتي فور، وفيها الكحك، وفيها الصابلي، وفيها بسكوت برتقال، فيها بسكوت ساده، فيها منين بالعجوه. ايه اللي يشدك او الحاجات الحلوه؟ عندهم بسكوت البرتقال جميل جدا في العلبه دي، والصابلي جميل جدا، كوكيز جميل جدا برضو، الغريبه جميله بس صغيره. وبس كده يا جماعه، دي كده كانت تجربتنا للعلبه الترند من فريدوم اللي هي سعرها 350 جنيه، اللي كانت مغرقه السوشيال ميديا كلها، وجربنا لكم كل حاجه فيها. وبس كده، لو عجبتكم الحلقه بقى لايكات كتير، شير كتير. سلام.